الاستاذ احمد عبد الباسط طلع مع ابراهيم فايق وكان بيتكلم على ماتش الزمالك والبنك الاهلي، وقال لك ان فيه لجنه الحكام لما قعدوا عشان يتكلموا على الماتش ده قالوا ان في 4 اخطاء في الماتش ده على الحكم، منهم خطأ فيه وعليه، فهيتجنبوه وهيتغاضوا عنه وهيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم منه علشان الاخطاء التحكيميه اللي على الحكم ما تبقاش كتير. وابتدى يسرد ويشرح الاخطاء دي. قال لك اول خطأ الكوره بتاعت حسام عبد المجيد في الدقيقه 7 او الدقيقه 8 تقريبا. قال لك الكوره دي المفروض كانت ضربه جزاء لنادي الزمالك، اللي هو محمد عادل حكم الاحتواء ما حسبهاش لنادي الزمالك. ده الكلام ده بس ايه للناس اللي هم بتوع اللجان الالكترونيه يعني. فهو كده كده اللجان ما بيفرقش معاهم الحاجات دي، هم واخدين سكريبت واخدين سيستم معين بيطلعوا يرغوا فيه، ولكن يمكن يكون حد فيهم ممكن يجرب يشغل دماغه ويفهم يعني ولا حاجه. الغلطه الثانيه قال لك ضربه الجزاء بتاعت بنتايج فيها وعليها، ولكن هنتغاضى عنها علشان ممكن تعدي. الخطأ الثالث وهو ضربة الجزاء اللي اتحسبت على عواد. قال لك الكرة دي المفروض تفول لعواد لأن هو اللي داس على ايد عواد، والمفروض ان هو ياخد انذار. ادي تاني قرار او تالت قرار، خلينا اللي تغاضى عنه هنتغاضى عنه احنا كمان. فدي تاني قرار المفروض ان لجنة التحكيم اقرت ان نادي الزمالك اتظلم فيه. نيجي للقرار الاخير، القرار الاخير اللي هو ضربة الجزاء اللي اتحسبت لنادي الزمالك، اللي حصلت عليها الهوجة والبروباجندا، وللجان للأسف ابتدوا يشتغلوا على المقطع ده والفيديو ده. ومن هنا أحمد عبد الباسط بالنسبة لي كان مريب وغريب في طرحه للموضوع، لأن هو الغلطات اللي على نادي الزمالك اتكلم فيها في دقيقتين، أما الغلطة بتاعت نادي الزمالك اللي المفروض نادي الزمالك اتحسب له ضربة جزاء، المفروض ان هم شايفين ان هي غلط، قعد يتكلم فيها بتاع 8-9 دقايق، واداها وقتها وحقها بزيادة قوي، وقعد يشرح فيها وقال في تسجيلات ومش في تسجيلات. طب هل يا استاذ احمد عبد الباسط يا اللي انت افشخ، بلاش افشخ دي عشان ساعات ممكن الناس تاخدها بحاجه وحشه، يا اللي انت احسن واحد بيجيب تسريبات من اوضه الفار واحسن واحد بتجيب حصريات وكواليس، هل كلام الفار في الكرة بتاعت حسام عبد المجيد وضربتين الجزاء اللي اتحسبوا على الزمالك زي ما جبت تسريب الكلام بتاع الفار في الغلطة بتاعت نادي الزمالك، هل ما جبتهمش في بقية اللقطات؟ ما هو اللي يعرف يجيب دي هيعرف يجيب دي، ولا انت جبتهم كلهم بس زعت دي؟ فطريقة سردك بالنسبة لي مريبة، مع ان انت بتطلع في البرنامج بتاع ابراهيم فايق اللي مؤخرا توجهاته بالنسبه لي بقت مريبه ورايحه في حته واحده، فممكن اشك فيك، وده طبيعي جدا. لما تقعد تكلمني على خطأ، تقعد تقول لك اصل فيديو الراجل استدعاه وقال له ان في شك، وقال له ان هو شرح اللعبه، وقال له اصل دي مش متعمده وخبطت في الارض وخبطت في ايده، وانا بقول الكلام نصا، ده هو اللي بيقول انا بقول الكلام نصا، وده شرح اللعبه وان هي المفروض ما تتحسبش وراح رايح حسبها. فانت كده بتشكك في ذمته وفي نيته، تمام؟ وبتقول ان وضع ايده مبرر، وبتقول ان انت معاك تسريبات بالكلام ده، وبتقول ان الخطأ ده اثر على نتيجة المباراة. فكلمة الخطأ بتاعت ضربة الجزاء بتاعت نادي الزمالك دي اثرت على نتيجة المباراة. بالنسبة لي ملهاش غير حلين، يا اما ده رأي اللجنة وانت لسه بتكمل نقل عنهم، يا اما ده رأيك انت، تمام؟ فهنمشي مع الاحتمالين. لو ده رأي اللجنة، تمام، لو ده رأي اللجنة، فبالنسبة لي اللجنة دي لا تفقه اي شيء، لا في الرياضة ولا في كرة القدم ولا في التحكيم، لو شايفة ان ضربة الجزاء الأخيرة بتاعت نادي الزمالك هي اللي أثرت على نتيجة المباراة، لو شايف ان الثلاث الغلطات اللي قبليهم ما أثرتش على نتيجة المباراة ودي اللي أثرت، يبقى انتوا عندكم مشكلة وما بتفهموش في أي حاجة. أنا آسف. أما لو ده رأي أحمد عبد الباسط، فأنا آسف، أنت جاهل ولا تفقه أي شيء عن كرة القدم. انا اسف، وبعد كده ما تقولش رايك في اي حاجه تاني وما تجودش، لان قبليها في 3 غلطات انت بعظمه لسانك اللي قايلهم واقريت ان اللجنه اقرت بيهم، وشايف ان الخطا الاخير هو اللي اثر واللي قبليه ما اثرش.
فانت يبقى نصيحه مني ليك، ما تجودش لو ده رايك. الفكره بقى لما ابراهيم فايق بعد يومين ثلاثه، لما افتكر ان جمهور نادي الزمالك زعلان من الكلام اللي بيتقال ان في توجه من البرنامج عنده للغلطه بتاعت نادي الزمالك، بس جه امبارح بيقول لك ايه يا جماعه، انا مش مع، احنا معنى الكلام اللي احنا بنقوله ان نادي الزمالك كمان اتظلم زي ما النادي البنك الاهلي اتظلم، انا بشاور لك على التحكيم وباخدك معايا ورايح مش عارف فين. لا انا اسف يا استاذ ابراهيم، انت لو انت محايد فعلا وعايز تراعي ربنا في كلامك، فانت كان واجب عليك والزاما وضرورا تقول ان نادي الزمالك هو اللي اتظلم وتضرر اكتر من نادي البنك الاهلي. ده لو انت عاوز ترضي ضميرك فعلا، ده لو انت عاوز ترضي ضميرك فعلا وترضي ربنا. لان نادي الزمالك بشهاده الراجل بتاعك دراعك اليمين، بشهاده الراجل بتاعك دراعك اليمين، نادي الزمالك اتظلم في 3 كور، اما البنك الاهلي اتظلم في كوره. فده لو انت عايز تبان ان انت راجل فير. المهم بابا الشغلانه بيقول لك اصل احنا اتربينا على الصحافه اللي مش عارف. انا اسف، انت اتربيت على ايد الكابتن شو احمد شوبير دي لوحديها كارثه. المهم ذاعوا التسجيلات دي، ولكن في التسجيلات دي اهم لقطه في الكلام اللي قاله احمد عبد الباسط ما ظهرتش في التسريب اللي هو طلعه. اللي ظهر في التسريب ان هو بيقول له اللعبه صعبه، الله يخرب بيتك يا ميدو، اللعبه صعبه، دي خبطت في الارض وردت في ايده واللعبه صعبه. اهم حاجه اللي هو قال فيها انه وضع ايده مبرر وان هي وبيشرح اللعبه عشان يقول ان هي مش ضربة جزاء، اهم حاجة اللي هي الجملة دي مش موجودة. اهم جملة اللي هي لو موجودة فعلا بتثبت وبتدين الحكم فعلا على ارائهم مش موجودة. اهم جملة مش موجودة. ده غير انا مش عارف يعني مش عارف كل الناس اتكلمت فيها في القصة دي كلها. اوضه الفار تقريبا كان في موقف السلام، صوت كلاكسات وزمامير وبتاع، انا مش عارف دي ازاي، انا مش عارف دي ازاي. ولكن هل نفس البروباجندا دي حصلت قبل كده لما كابتن مش فاكر اسمه امين عمر ولا كان اسمه ايه، لما الكوره قال اصل 3/4 بره وربعها على الخط، فده في مخالفه منه او من كلامه لنص واضح وصريح لقواعد كره القدم، حصل عليها نفس البروباجندا دي وكان نادي الزمالك اتظلم يوميها. حصل نفس البروباجندا دي زي ما حصل البروباجندا بتاعت ماتش الزمالك؟ لا، عشان هم عندهم لجان وناس بتعرف توجه الرأي العام. للأسف عندهم ناس بتعرف توجه الرأي العام.